طب بص والنبي الشقه دي حلوه ازاي. بص يا سيدي، ده باب الشقه، دي بقى الجنينه، وده ممر بيدخلنا على المطبخ. وانا بفكر لو اخدنا الشقه دي ان شاء الله نفتح المطبخ على الريسبشن. بعد كده هندخل على اوضه الناني، وبعد كده على الاوضه بتاعتنا والحمام بتاعها، وبعد كده اوضه الاطفال وبرده الحمام بتاعها. هما طالبين 20% والباقي على 9 سنين، يعني حوالي 65,000 جنيه كل 3 شهور. ها؟ ايه يا حبيبي، مش عاجباك ولا ايه؟ ايه ده؟ انت بتاخدي رايي؟ ايوه. انا فاكر يعني اهم حاجه رايك، يعني المفروض لو انت تمام انا تمام خلاص. انت بتتريق. لا انا هتريق ليه وانا ينفع اتريق؟ لا طبعا. قلت لي بقى فين اوضه الناني في الهبل ده؟ يعني انت ما سالتش على اوضتنا وبتسال على اوضه الناني يا طارق؟ ريم انت بتهزري؟ الناني ليها اوضه وانا ما عنديش اوضه؟ حبيبتي انا عايز حاجه على قدي. اقل حاجه في اللي انت بتقوليهم دول استلام بعد 4 سنين. ايوه يا حبيبي، ما عشان كده رخيصه وبالتقسيط. رخيصه؟ يخرب بيتك، انت كل الرصه اللي انت رصيتيها دي رخيصه؟ انا عايز حاجه على قدي، حاجه اعرف استلمها بكره. ريهام انا نمت في العربيه. يا حبيبي يا حبيبي، الحاجات الجاهزه دلوقتي غاليه قوي، والايجار مش حل، وحتى لو لقينا حاجه ايجار هتبقى غاليه قوي واحنا بنجهز. يا اما ناجل بقى. لا ناجل ايه؟ انا ما قلتش ناجل، بالعكس. حبيبتي انا ما بقاش ليا غيرك في الدنيا، ماشي؟ وانا عارف ان اللي بابا عمله ده لخبط لنا كل حاجه احنا كنا مرتبينها. واللي انت طالباه مني ده ازمه وسط انا فعلا مش قدها خالص الفتره دي. فانا عايز حاجه على قدي، حاجه على قدي واستلام قريب اعرف اقعد فيها، وفي نفس الوقت ابقى بجهزها للجواز. عندك بقى في الورق الكلام ده؟ ماشي يا سيدي. ماشي. بلاها ال 250 متر. بالظبط. خلينا نشوف ال 150 متر، يمكن نلاقي فيها حاجه كويسه لينا. على فكره من الاول اصلا نشوف ال 150. يلا. مع ان ماما هتعمل لي حوار على 150 متر ده، بس تمام معلش، يعني كده كده هنتزنق وان شاء الله هنعرف ندفع فلوسنا. هنعرف نعديها كلنا مع بعض ان شاء الله. ماشي. ماشي. بص يا سيدي، اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.